ولاية فيكتوريا هي الولاية الوحيدة تقريبا في العالم كله يعني ان المواصلات فيها حاليا، او يعني المواصلات فيها اتعملت ببلاش علشان أزمة البنزين او الوقود اللي موجودة في العالم حاليا. الكارت اللي معايا ده اسمه مايكي. الكارت ده اللي احنا بنستخدمه عشان نركب بيه اي حاجة هنا احنا عايزينها في الولاية كلها، مش مدينة ميلبورن بس هي العاصمة، الولاية كلها، سواء الترامز، الباصات، القطارات زي القطر اللي ورا دوت كده، سواء القطارات اللي ماشيه جوه السيتي او حتى كمان القطارات اللي هي الريجنال اللي بتتحرك مثلا من ميلبورن للاماكن الثانيه. حاليا احنا ممكن نركب كل المواصلات دي ببلاش. الكارت ده هو الكارت بتاع المايكي اللي احنا كنا بنستخدمه عشان نركب كل حاجه احنا عايزينها هنا في الولايه، ولكن حاليا زي ما انتم شايفين كده المكن اللي موجود دلوقتي ده، اللي هو المكن اللي موجود ده، طبيعي ان كان بيبقى فيه زي باريرز كده موجوده هنا، حواجز، وانت بتعمل ده. طبعا مش هينفع اعمله دلوقتي كده، بس لو عملته هيشتغل. هو مكتوب حتى هنا اهو مايكي تاب بيلو. المفروض انا كنت بحط الكارت ده كده هنا، بيخصم ثمن الرحله، وبعد كده الحواجز اللي هنا دي بتفتح وانا بعدي. ولكن حاليا الحواجز دي متشاله، فاحنا ممكن نركب اي حاجه احنا عايزينها في البلد ببلاش. فانا حاليا مش محتاج الكارت ده، انا ممكن ادخل واخرج واعمل اللي انا عايزه من اي مكان انا عايزها بدون ما استخدم الكارت ده. والموضوع ده بيحصل في يعني موجود دلوقتي هنا في شهر ابريل بس، الله اعلم ممكن يمدوه مثلا بعد كده، ولكن هو حاليا موجود في شهر ابريل بس. وفيكتوريا هي الولايه الوحيده اللي اتعمل فيها الموضوع ده في العالم كله علشان ازمه البنزين والازمه الوقود اللي بتحصل دي. فاحنا عشان يعني حكومه الولايه تحاول تقلل الضغط على الناس في ان هم يستخدموا عربياتهم وكده، فقال لك خلاص هنعمل المواصلات خلال الشهر ده ببلاش. فاحنا حاليا مش محتاجين الكارت ده، ممكن نركب اي حاجه احنا عايزينها، سواء ترامات، باص، قطارات بانواعها جوه الولايه كلها ببلاش. مفيش اي ولايه تانية في استراليا عملت الموضوع ده، وما اعتقدش ان في اي مكان تاني اصلا في العالم عمل القصه دي. في كل محطه او في اي مكان انت اصلا هتلاقيه، بس في ميلبورن يعني او في الولايه كلها، في اي مكان واي محطه سواء بقى ترام او باصات، هتلاقي المكنه اللي ورايا دي المكنه اللي كانت المايكي، اللي انت ممكن منها تعرف الكارت بتاعك ده عليه كام، وتعمل حاجه بنسميها هنا في فيكتوريا او في استراليا يعني بيسموها توب اب. كل ولايه ليها الكارت بتاعها. فمثلا وليكن في سيدني او في نيو ساوث ويلز هتلاقي اللي بيسموه الاوبن، الكارت على الاوبن. هنا عندنا في ميلبورن او في فيكتوريا الولايه دي الكارت ده اسمه المايكي. انا مثلا باجي هنا كده عايز اعرف هو عليه كام، فبحطه هنا مثلا كده، وبعد كده بيقول لك انت عايز تتوب اب ولا عايز تعرف كام. فانا مثلا هيقول لي هنا اهو الكارت ده عليه 10 دولار، فانا ممكن مثلا، واخر او الاكسبايري ديت بتاعي مثلا 24 سبتمبر 29، الكارت ده شغال. لو انا عايز اعمل توب اب مثلا، بختار مثلا عايز اعمل توب اب بكام، ايا كان بقى انت عايز تعمل ايه، 10 20 ايا كان انت عايز تدفع بكام. بعد كده بتدفع بالكريدت كارد او بالافلوس بتاعك، وبتاخد الكارت ده وتخش تركب بيه واحده من المكان اللي موجود هنا ده. انا هنا في حته كده او حي اسمه رينجوود جنب السيتي، علشان عندي كشف دكتور، لان انا شاكك ان انا ممكن اكون كسرت رجلي او اتلوت او حاجه. انا للناس اللي متابعين على الانستجرام يعني بدات العب هاند بول، كره يد، كنت بلعب في مصر يعني. وفي مره من المرات كده حصلت لي اصابه ورجلي ورمت وكده، وبعد كده انا ما استنيتش يعني، اعتبرته اصابه صغيره، ورحت اديليد لعبنا بيتش هاند بول، كره يد على الشاطئ. و يعني انا جات لي الاصابه وبعد كده رحت لعبت، مش مثلا ارتحت او كده. ف لما رجعت لسه عندي زي نغزه كده في رجلي. وقبل ما اسافر يعني، انا المفروض مسافر بكره خلاص، فحبيت ان انا بس اطمن وكده، لان احنا عندنا لسه بطوله في شهر مايو اللي جاي، فحبيت اعرف ده ايه يعني. فحجزت ميعاد عند الدكتور وقلت له ان انا عايز اعمل زي اكس راي على رجلي عشان اشوف المشكله، لان انا لسه في نغزه كده في رجلي وانا بنط على رجلي اليمين وانا بجري. مش حاجه كبيره، بس انا مش عارف ده ايه اصلا يعني. فانا رايح له النهارده عشان اشوف هل دي مثلا اصابه عاديه ممكن تتحل بمراهم، ولا مثلا في كسر ولا ايه. فانا لسه مش عارف. فالدكتور بتاعي دلوقتي في رينجوود، انا رايح عشان اعرف الاشعه الاكس راي اللي انا عملتها من كام يوم دي نتيجتها ايه، واعرف بعد كده الحل بتاعها ايه. طيب للاسف طلع كسر في الرجل. وانا ما كنتش عارف اصلا، اول مره اصلا حاجه في جسمي تتكسر يعني، فانا ما كنتش عارف ان دي الاعراض. انا كنت فاكرها مثلا
بيسموها مش عارف ليجمنت ولا ايه، ان انت في كحل اتلوى، ودي كانت حصلت لي قبل كده. بس للاسف طلع كسر، الاشعه بينت ان هو كسر وهحتاج حاجه اسمها مون بوت، يعني حاجه كانت بتتلبس في الرجلين اسمها مون بوت، وعشان تلم كانها زي كبيره كده يعني، بحيث تعرف تتحرك وتلم الرجل وتبقى انت ما تمشيش كتير. هو قال لي طبعا عشان انت المشكله حصلت وانت رحت ولعبت وبتاع، فانت هنتها اكتر يعني، تعبت رجلك اكتر. ف 4 6 اسابيع الموضوع ما بصش، انا رحت اديليد يعني. خير خير. طلع للاسف كسر. انا كلمت حد يعني، دورت على النت بسرعه دلوقتي ولقيت حد، لان انا مسافر بكره وعايز انجز اوراق حاجات كتير قوي لازم اخلصها النهارده. فدخلت على النت ودورت ولقيت ان في زي عياده كده يعني، اشتريتها من عندهم وهروح اجيبها دلوقتي علشان ابدا بقى استخدمها خلال الاسبوعين اللي جايين دول وانا مسافر واتمنى بقى يعني ربنا يستر والموضوع يلم. باين في الاشعه اللي هو مديهاني ان باين في الاشعه اللي هو مديهاني ان الرجل باين، يعني باين ان اخر صباع ده او اخر حته في الرجل بعيده عن باقي الرجل نفسها يعني، ففي الاشعه باين جدا يعني. فهروح اجيب المون بوت ديت وابدا بقى البسها دلوقتي، وهحاول ان انا خلال السفريه خلال الاسبوعين دول، قال لي ما تمشيش كتير، وطبعا ما فيش تمرين خالص، وانا كده كده مسافر فمفيش تمرين يعني. بس بتميك سنس يعني، 6 اسابيع ولسه ما اتعملهاش هيلينج، ما ظبطتش يعني، فاكيد كده في حاجه. فخير خير. اول مره في حياتي حاجه في جسمي تتكسر يعني، الحمد لله ما فيش قبل كده حاجه اتكسرت، بس دي اول مره. عشان كده حتى لما الموضوع حصل انا كنت فاكره التواء عادي، لان انا ما جربتش الاحساس بتاع ان حاجه تتكسر في الجسم او كده. فدي اول مره في حياتي يعني يحصل لي كسر ويحصل في رجلي، ربنا يستر. دي كده اسمها مون بوت. الدنيا شمس وبتمطر في نفس الوقت يا جماعه، والله العظيم يعني، في شمس اهو في مطره نازله. انا كنت بشوفها بس ما كنتش بعرف هل ده مثلا جبس ولا لا، بس هي حاجه اخف من الجبس بحيث تعرف تتحرك. هي دي كده اسمها مون بوت، وبتتلبس في الرجل في الفتره بتاعت الهيلينج يعني. دي بقى المفروض ان انا هلبسها، بتبقى انها كانها غير الجزمه يعني. انا هلبس مثلا فرده جزمه وهلبس الفرده اليمين ديت. طيب اخر محطه بقى في حاجه تانية بس كان المفروض ان انا اجيبها، وبعد كده بقى هطلع على البيت. دي كانت اخر محطه. انا بعمل كميه حاجات كتيره قوي النهارده علشان انا خلاص مسافر بكره، ولسه حتى ما حضرتش كمان الشنطه ما خلصتهاش. انا دي النضاره هي شمس ونظر. وانا علشان لما سافرت اديليد، سافرت اديليد دي كانت نكسه بالنسبه لي، رجلي اتكسرت فيها وهي كانت مكسوره اصلا قبلها يعني وباظت، وكمان النضاره كمان ضاعت، فانا اضطريت ان انا اجيب نضاره تانية يعني. المهم انا كده خلصت خلاص كل اللي انا عايز اجيبه، خليني بقى اروح علشان اتكلم معاكم في اصلا موضوع الفلوج بتاع النهارده ده. انا بصرف قد ايه كل مره يعني، او بصرف قد ايه في الشحنه الكامله لما باجي اشحن التسلا. انتوا لسه ما شفتوش انتوا لسه ما شفتوش البيت، انا لسه بجهز فيه، بس ان شاء الله قريبا يعني هبقى اعمل جوله آه جوله في البيت يعني، اوريكم الدنيا عامله ازاي. انا لسه بجهز فيه يعني، وكل فتره كده لما بحوش مبلغ بروح اجيب حاجه، فانا لسه ما خلصتش كل حاجه عشان اعمل لكم جوله يعني، بس قريبا جدا. بالنسبه بقى للشنطه ديت، فانا مسافر خلاص، انا لسه ما جهزتش كل حاجه، بس انا مسافر خلاص ان شاء الله بكره. لو عايز تعرف بقى انا مسافر فين، فممكن تعمل لي فولو على الانستجرام، بنزل على طول يعني اول باول انا رايح فين. انا رايح المفروض يعني فرح حد من اعز زمايلي هنا، هو عامل الفرح بتاعه في البلد بتاعته، فاحنا رايحين كلنا كده كجروب نحضر معاه الفرح يعني والاجواء وكل حاجه، وبعد كده
عندي سفريه تانية لمكان تاني، وبعد كده ان شاء الله هرجع على ميلبورن. فانا لسه المفروض ان انا لسه بجهز الشنطه يعني، وعندي حاجات كتير عايز اعملها قبل ما اسافر بكره، منهم ان انا عايز اشحن العربيه. بس انا عشان احسن فتره بشحن فيها بتبقى ما بين 12 الفجر لحد 6 صباحا، ده بيبقى احسن سعر يعني للكيلو وات وكده لو هشحن. فانا مستني الساعه دلوقتي لسه حوالي 5، فانا مستني مثلا لحد الساعه 11 ونص 12 كده، وهبدا بقى اشحن العربيه واقول لكم ساعتها انا بصرف قد ايه تقريبا علشان اشحن الشحنه الواحده للتسلا. هي دلوقتي عند 62% اهي، 62% او كذا كيلو يعني، بس هي دلوقتي 62% اهي، وفاضل لها التشارج ليميت هيبقى لحد 100% يعني، وقدامها 7 ساعات و25 دقيقة ريمينينج، والساعة دلوقتي 12 تقريبا إلا 5 مثلا، فهتخلص تقريبا على مثلا 7:30 الصبح ولا حاجة. ومكتوب اهو ان هي تقريبا بتاخد 4 كيلو وات في الساعة. خلينا بقى نخش جوه نوريكم شوية حاجات تانية كده. انا عايز اوريكم حاجة بس دي خطر يعني، فمحدش بقى يقول لي عليها لان انا عارف اصلا. الصبح انا ببقى شايف اللي جوه، ببقى شايف اللي بره، لكن اللي بره ما بيبقاش شايفني. ولكن بالليل الدنيا مختلفة تماما. بالليل انا ما اقدرش اقعد في الاوضه دي لان اللي بره بيبقى شايف اللي جوه. يعني انا اهو بره انا شايف اللي بيحصل جوه، لو انا مثلا بذاكر، لو انا بعمل حاجه، كل اللي جوه انا باين يعني. بصوا المنظر شايفين؟ اللي بره يقدر يشوف اللي جوه لان في نور جوه اكتر من اللي بره، ولكن العكس لا. فالصبح تمام، انا وانا جوه شايف اللي بره، اللي جوه اللي بره مش شايفني عشان في نور كتير بره. ولكن بالليل الدنيا بتتقلب، بيبقى لو اي حد معدي وانا فاتح النور ده بيشوفني. فانا اغلب الوقت وانا بالليل ببقى مثلا قاعد في اوضه واحده من اوض النوم التانية اللي انا عاملها مكتب صغير، او مثلا قاعد في الصاله، قاعد في اوضتي. لكن بالليل بحاول ان انا ما اقعدش هنا كتير. الدنيا امان او كل حاجه، بس برضو المنظر نفسه يخض يعني. بس خلينا بقى نخش كده جوه. المشكله برضو ان انت وانت يعني، انا وانا جوه اهو انا مش شايف اي حاجه من بره. فلو حد عدى مثلا من بره، اي نعم في سنسور بينور لو في حد معدي، بس لو انا جوه وفي حد معدي او حاجه بعيد يعني، او السنسور ده ما اشتغلش لاي سبب، الموضوع فعلا يقلق يعني. انا مش شايف اي حاجه دلوقتي، انتوا شايفين؟ مفيش اي حاجه، بس اللي بره شايفني وشايف انا بعمل ايه وشايف كل حاجه هنا. مش أأمن حاجة يعني، بس مش شايف لها حل الصراحة يعني. ممكن قدام بقى أجيب ستارة أو أجيب حاجة أعتم بيها الموضوع ده، لأن أنا خلاص كده مش هعرف أستخدم الجراج دوت إلا كمكتب. يا إما بقى أحتاج إن أنا أشيل الباب اللي ورايا دوت كده وأعمله بقى باب جراج وأوصله بالبتاع اللي فوق دي، وساعتها أجيب التسلا وأركنها هنا. بس طبعا هبوظ الأرضية اللي تحت. فلسه بنشوف، إحنا لسه ما كملناش تقريبا. كملت سنة صحيح، أنا كده كملت سنة في البيت. محتاج أعمل لكم فيديو بقول لكم فيه، نتكلم فيه شويه كده عن تشتري ولا تأجر، مميزات الشير اللي انا عملته دوت، والحاجات المصاريف اللي انا لقيتها متداريه. محتاجين نعمل فيديو على موضوع البيت ده. من جوه العربيه كان مكتوب ان العربيه بتاخد 4 كيلو وات في الساعه، ولكن على الموبايل نفسه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده مكتوب ان العربيه بتاخد 3 كيلو وات في الساعه. فالعربيه بتقول 4 والموبايل بيقول 3، فانا قلت اخدها مثلا افريج واحسب ان العربيه بتاخد تقريبا 3.5 كيلو وات في الساعه، علشان برضو ايه نبقى يعني بنتكلم بالارقام. فانا كنت كاتب كل الكلام ده عشان وانا بجهز للفيديو يعني. طيب هو مبدئيا كده انا مع شركه هنا اسمها AGL، شركه من شركات الكهرباء يعني. الشركه دي عامله كذا بلان يعني. انا على بلان اسمها EV مش عارف نايت سيفر حاجه كده. البلان دي معموله في الاساس لو انت عندك عربيه او حاجه يعني عايز تستخدمها في وقت معين بالليل، من 12 بالليل اللي هو زي دلوقتي كده للساعه 6 الصبح، ده بيبقى ارخص سعر فيها للكهرباء. فمثلا كده نرجع للمستندات يعني. البيك اور اللي هي من 3 الظهر ل 9 بالليل، الكيلو وات الواحد فيها ب 33.8 يعني حوالي 34 سنت. الاوف بيك اورز اللي هي من 7 الصبح ل 3 بي ام 3 العصر، ومن 9 بي ام ل 12 صباحا، دي الفتره اللي هي الاوف بيك، اللي هي غير من 3 الظهر او 3 العصر ل 9 بالليل، دي اكتر فتره. اي فتره تانية بقى 7 الصبح ل 3 العصر ومن 9 بالليل ل 12 الصبح، دي الاوف بيك اور، دي اللي هي 21.3 سنت لكل كيلو وات. الفتره بقى اللي انا بشحن فيها العربيه دلوقتي دي بيسموها الاي في تشارجنج اورز، دي اللي هي الفتره بقى اللي احسن حاجه يعني، معموله في الاساس للناس اللي عندها العربيات اللي هي الاي في، العربيات الكهرباء. دي من 12 الصبح ل 6 الصبح الكيلو وات الواحد ب 8 سنت.
يعني 8 سنت للكيلو وات في مقابل حوالي 21 في الاوف بيك، مقابل حوالي 34 للبيك اللي هي من 3 العصر ل 9 بالليل. عربيه التسلا دي بتاخد، او هي توتال يعني 520 كيلو لو هي 100%، يعني المفروض ان هي على الورق يعني تسوق 520 كيلو زي فول تانك. هي حاليا مثلا كانت 480 485، احيانا كانت بتبقى 500 على حسب الجو وطريقه سواقتك وكل حاجه. فده على الورق برضو يعني تمام. وكهرباء البيت انا حاليا عندي بتاع اللي بره ده 240 فولت اللي هو الكوبس اللي انا كنت جبته زمان يعني، وهو 15 امبير و50 هرتز. فالبطاريه لو انا لما انا جيت حسبت الكباستي، يعني البطاريه محتاجه تتشحن بقد ايه عشان تمشي تبقى فول تانك يعني، لقيت ان هي 57.5 كيلو وات. يعني انا محتاج ادي العربيه حوالي 57.5 كيلو وات عشان تبقى توصل من 0 ل 100%. تمام. فالشحنه الكامله من 0 ل 100 محتاجين 57.5. انا بقى محتاج كام ساعه علشان اشحنها الشحنه الكامله دي لو هي صفر؟ انا عمري ما العربيه وصلت عندي 0% يعني. احيانا بتبقى مثلا 50 60، مره مثلا كانت 45، بس انا اغلب الوقت بلعب ما بين ال 60 وال 70 وشحنه خلال ال 6 ساعات دول وبتوصلها فول تشارج يعني. فلو انا بتكلم في 15 امبير في 230، واحنا قلنا مثلا هي بتاخد تقريبا 3.5 كيلو وات في الساعه، يبقى انا لو قسمت 57.5 على 3.5 هيطلع لي حوالي 16 ساعه ونص او 16 ساعه و40 دقيقه عشان تتشحن شحنه كامله. فانا محتاج تقريبا 16 ساعه ونص لو انا هشحن من 0 ل 100% بالشحن العادي ده، مش فاست تشارج يعني. فلو انا جيت بصيت كده سريعا يعني لقيت ان انا علشان اشحنها شحنه كامله هحتاج 16 ساعه. فلما جيت قسمتها كده يعني لقيت ان انا هاخد تقريبا 6 ساعات في الفتره بتاعت الفول. لو انا هبدا مثلا من 12 الصبح يعني، ف6 ساعات هاخدهم، وهاخد حوالي 7 ساعات من اللي هي الاوف بيك ديت، وهاخد حوالي ادي 6 و7، وهاخد حوالي 3 ساعات من البيك اوت. توتال ده يعني ان انا هشحنها من 0 ل 100 هتكلفني $9 وحوالي 3 سنت، يعني ارخص من $10 عشان اشحن العربيه شحنه كامله من 0 ل 100 في المره الواحده. $10 في الشحنه الكامله. شوف انتوا بقى لو عايز تحط تانك بنزين مثلا، انا كنت بحط في المازدا مثلا حوالي 70 80 $85 زمان، وكنت احط 91 اللي هو كان برضو ارخص حاجه، ل 95 ولا 98. فانا بشحن الشحنه الكامله بحوالي $9، اقل من $10. وهتقدر تمشي طبعا 520 على الورق او 480 485 لحد ما احتاج ان انا بقى اشحن تاني يعني. بس فكده بعمليه حسابيه يعني الشحنه الكامله هتكلفني اقل من $10 من 0 ل 100. لو انا بقى بشحنها بالشحن اللي انا بعمله ده دلوقتي، ان انا مثلا بحاول كل يوم مثلا لو انا او مجرد ما توصل ل 60 62% بشحنها بحيث تتشحن بس في الوقت اللي هو الاوف بيك ده من 12 بالليل ل 6 الصبح زي دلوقتي كده. لو جيت حسبتها كده هتلاقي ان انت محتاج تقريبا يعني لو انا هشحن لو انا في ال6 ساعات دول هحتاج تقريبا 21 كيلو وات بس. في ال 21 كيلو وات دول هقدر اخدهم في ال6 ساعات اللي هي الاوف بيك دي، ودول لو انا كانت البطاريه عن 63% ساعتها بال 21 وات دول هتوصل من 63 ل 100%، وهتبقى ساعتها فول تشارج وخلال ال6 ساعات دول. وساعتها الكوست بتاع ان انا اشحن العربيه هيبقى 21 كيلو وات في الساعه في 8 سنت لكل كيلو وات. المبلغ هيبقى $1.68. يعني انا كده شحنه العربيه اللي انا بعملها دلوقتي دي هتكلفني اقل من $2 عشان اشحن العربيه من حاجه و60% ل 100%. يا بلاش. الساعه دلوقتي 8:15 الصبح. خلاص كده المفروض العربيه خلصت شحن. فانا خليني اوريكم كده، ودي احسن حاجه الصراحه احسن حاجه في ان انت يبقى عندك تسلا، ان انت بتصحى الصبح تلاقي العربيه اصلا مشحونه. يعني انت كل يوم الصبح مجرد ما بتوصلها بتصحى الصبح كأن عندك فول تانك. فانا اهي العربيه خلاص تشارجنج كومبليت 100%، وحاليا في ظل الجو اللي احنا فيه ده والشمس اللي بره تقدر تسوق لحد 449 كيلو، وكده المفروض ان انا تمام. فانا دلوقتي خلاص انا بس كنت عايز اشحنها قبل ما اسافر يعني، ودلوقتي المفروض ان انا هنطلب بقى اوبر ونطلع سريعا على المطار عشان ما نتاخرش. انا ورايا طياره بالظبط بعد حوالي ساعتين من دلوقتي.